شايفين الجمال والعظمه اللي احنا عاملينها دي؟ حاجه سهله ولذيذه ولطيفه وتناشك بقى في الحر والصيف اللي احنا فيه دوت. رز بلبن بالجيلي بطريقه سهله وبسيطه جدا جدا جدا، وبجد هيعجبك وهيناشك كده في الحر، والولاد هيفرحوا بيه قوي. والطريقه بتاعته اسهل منه مفيش. انا عايزه اقول لكم حمودي هيزعل جدا 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 اما يشوف الفيديو ويعرف ان انا عملته وهو مش هنا. انا بجد بالفعل بقالي كتير ما عملتهوش. بصوا شايفين القوام بتاعه عامل ازاي؟ تحفه. فمعلش يا مودي بقى لما تتفرج على الفيديو ان شاء الله لما تيجي اعمل لك. تعالوا يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف هنعمل ايه. بصوا حبايبي، الاول ازيكم عاملين ايه ويا رب تكونوا بخير. ويلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. ده الرز بلبن اللي انا عملته معاكم في الفيديو اللي فات. ماشي، انا اخدت منه شويه في كاسات كده، في كل كيس اخدت فيه ايه شويه. طبعا اللي عايز تفاصيل الرز بلبن ده في الفيديو اللي قبل ده على طول. ماشي، انا قلت يعني استغل الاتنين في واحد. هاخد كده في كل كاس شويه وهسيبهم يبردوا. لحد ما هما يبردوا انا معايا باكيت جيلي من كوكس. هاخد الباكيت ده، والمفروض ان هو بيتفك في 500 ملي من الميه. ماشي، الكوبايه دي يعني هي اقل من 500 بسيكايه. انا هحط هنا الكوبايه ديت اللي هو المج بتاع الشاي اللي هو ال 230 230 ملي ميه مغليه، وهدوب فيه الجيلي. وهكمل باقي الكوبايه اللي هو اصلا مش هيكمل بقيه النص المج التاني ده، هكمله ميه بارده من يا ميه ساقعه او لو في تلج ماشي مفيش مشكله. وهكمل تقليبه كده واحطه في التلاجة او اسيبه على جنب يهدى على ما اخلص كل حاجه. بصوا انا ما كنتش ناويه احط فاكهه في النص خالص. ماشي، بس لقيت عمكم حفني يا ولاد داخل عليا بشنطه عنب اللي هو الاسمر دوت. ليه بقى؟ انا اليوم اللي قبليها كنت عايزه اكل عنب اصفر. راح يجيب لي الراجل مشكورا يعني بعيدا عن الفيديو، راح يجيب ما لقاش فجاب لي بطيخ وجه، فبقول لي كلي بطيخ. قلت له انا مش عايزه اكل بطيخ، انا مش واكله بطيخ. هو فكر ان انا زعلت، والله انا ما كانش في دماغي اساسا يعني. انا قلت له انا مش عايزه اكل بطيخ يعني عادي. هو فكر ان انا زعلت. تاني يوم بقى راح قاعد يدور عليه وجابولي وهو جاي. فانا لسه يعني انا يا دوبك دوبت الجيلي وحطيته يسقع او يبرد شويه، فلقيته داخل عليا بالعنب. قلت له تعالى بقى، عنب اسمر فيليق مع الجيلي فراوله فنعيش حياتنا. وقمت جايه ايه واخده كام واحده كده غسلاهم ومقطعاهم من صوص ورصهم ايه على وش الرز بلبن كده. انت ممكن تحطي موز، تحطي عنب زي ما انا حطيت، ممكن ما تحطيش خالص. انا في العادي اصلا ما بحبش حاجه في النص، بحطه كده. هنا الجيلي بتاعنا برد خلاص، وبالمعلقه كده وبالراحه وايه بصبه على وش الكاسات بتاعتنا واحده واحده عشان ما تبهدليش الدنيا. واللي يوصل معانا لحد هنا يا جماعه ما ينساش اللايك والشير، واللي اول مره يشوفنا يدخل يشترك ويفعل زر الكل، وبرده ما ينساش يحط الكومنت. انا عايزه اقول لكم والله لازم انا عملت يعني لما عملت الرز بلبن ده انا كنت اتشويت من الحر. النور قطع من الساعه 4 لحد 7 ونص يعني ظبطنا. بصوا هنا الجيلي بقى كان بيخلي العنب يتحرك شمال ويمين، كل ما اظبطه يتحرك تاني. اخر ما يقست سبته كده بقى ايه هحطه في التلاجة لمدة ساعتين. لو مستعجله عليه حطيه في الفريزر نص ساعه هتلاقيه مسك. بصوا هنا كده بعد ما خلاص مسك اهوت، شايفين بقى بالجمال والعظمه ده. بصوا بقى اضافه لو حابه تحطيها، انما هو كده زي الفل. لو عندك ايس كريم تحطي بقى على كل كيس بولة ايس كريم كده من فوق. واو، في الحر اللي احنا فيه ده بقى بصي يعني حاجه كده فاخر من الاخر وتحفه جدا، انما كده زي الفل. كده كنا عملت معاكم النهارده كمان الرز بلبن بالجيلي. وما تنسوش يا جماعه اللايك والشير، والاول مره يشوفنا يدخل يشترك ويفعل زر الكل. بصوا هنا انا كنت بدوق، بس انا طبعا انا ما جبتش وانا بدوق، انا دقت من ورا الكاميرا على طول، وكان بجد تحفه تحفه تحفه. فما تنسوش اللايك والشير. مع السلامه.